السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم جميع الاسرار اللي غتخليكم تحضروا واحد الفقاس اللي ما مشققش وناجح وهش من الداخل ورطب ومذاقه رائع جدا. فتابعوا الفيديو الى النهايه. كيف ما كتعرفوا هنا غادي ناخذ 4 البيضات، ممكن نتوما تضيفوا الكميه او تنقصوها. غادي نخدم بزلافه، درت زلافه ديال السكر، غادي ندير معلقه صغيره ديال الفاني او ديروا نتوما 2 ساشيات ديال الفاني، شويه الملحه صافي. غادي نطرب هذاك الشيء حتى يذوب ليا السكر، تنحس بان السكر داب. دائما النجاح ديال اي حاجه كديروها هي الخطوات ديالها في البدايه. الا بغيتوا الحلوى تجيكم يعني غزاله، فضروري اي نوع ديال الحلويات فضروري السكر خاصو يذوب. واشتريو دائما السنيده اللي كتكون رقيقه. كتطربوا مزيان سواء بالايد ديالكم او بالطراب الكهربائي او الطراب اليدوي حتى كتحسوا بان السكر راه داب. هنا غنضيفوا زلافه ديال الزيت. فالا بغيتوا تخدموا بكاس العنبه فغديروا كاس وربع اولا ديروا كاس وجوج بيضات. المهم نتوما كتضاعفوا الكميه ولا كتنقصوها باش كتعرفوا بان هنا صافي. غادي نضيف عليها واحد المعلقه ديال النافع حبه حلاوه. ودائما كل ما كنضيف عنصر الا وكنخلط مزيان باش نتاكد بان العناصر كلها تخلطات مزيان. خاص الزيت يتخلط مع العناصر، ما يبقاش معزول بوحده. هنا غادي نضيفوا يا كاس صغير ديال الحليب يا كاس ديال الماء مع شويه تقريبا 2 معلقات ديال المزهر. غادي نضيف زلافه ديال اللوز اللي غاسله وناقعاه في الماء باش ما يتقشرليش وباش في التقطاع يكون مزيان صافي. وغادي نضيف خماره ونضيف الدقيق وغنبدا كنجمع في العجينه ديالي. غنجمعها ونخليها مرخوفه، ما نخليهاش قاصحه. المهم غادي تشوفوا الفيديو رانا نقص منه غير شي حاجه قليله، غادي نشوفوا المراحل كلها. كنعرفوا بان العيد الكبير سيدنا انه قال بان العيد الكبير للحفاظ على الثروه الحيوانيه غادي نحيدوا هذه الشعيره هذه. ولكن الحمد لله انه هو غادي يقوم علينا بالواجب، يعني غيذبح للشعب ديالو حتى هو الخروف ديالهم. فما تخافوا من حتى شي حاجه، يعني الشعيره ديالكم راها غاديه في امان الله. حنا امتثالا لاوامر ولي الامر فضروري خصنا ما نذبحوش. علاش؟ لان الهدف ديالنا من ما نذبحوش العيد الحولي او ما نذبحوش في العيد الكبير وهو الحفاظ على الثروه الحيوانيه، باش داك الفقير ياكل اللحم طول السنه ما يجيش غالي وينقصوا شويه من الاثمنه. لانه ولينا كنسمعوا اثمنه خياليه ولينا بحال الدول الاخرى اللي كتعاني من الغنى او من يعني الثروه ديالها شويه ناقصه. الحمد لله حنا كناكلوا اللحم طول السنه ما محرومينش. فما فيها بس الا شرينا واحد 2 كيلو ولا 3 كيلو تاع اللحم ودرنا شي غدي زوين، وكل مره كنشريو حاجه كنديروا الطقوس ديالنا ولكن بلا ما نذبحوا. كل واحد يذبح الحولي ديالو. حنا معروفين في المغرب كنذبحوا كلنا ما علينا. المهم غتبقاي كتجمعي في ديك العجينه ما تدلكيهاش حتى كتولي بحال هكا ناشفه وما كتبقاش كتلصق لك في سطح العمل باش كتعرفيها صافي. ضروري تخليوها خفيفه. شوفوا العجينه راه خفيفه بزاف باش ما تجيش قاصحه وتجيكم، لان ضايفين عليها واحد الكاس ديال الماء صغير او نص كاس ديال العنبه. غادي نقطعها حرابل بحال شكلها نفس الحجم ونبدا كنخدم فيهم. ضروري اللوز خاصو يكون مدرق بالعجينه باش هكا دائما كتحربلي وانت كتشوفي. الا لقيتيه خارج فكتدفعيه بالصبع ديالك وتضغطي عليه. وضروري من هذه العمليه باش ما كتكونش تجيكم الفقاصه فيها خاويه من الداخل او فيها الفراغات. هادو هما جميع الاسرار اللي كتخلي الفقاس ديالك يجي ناجح وما تخافيش منه تخدميه وانت بعينك مغمضين. الطول ديال الحربل او الحجم ديال الحربل انت كتحكمي فيه في التقطاع. رانا ديجا حاطه لكم فيديو ديال التقطاع بوحدو، غادي نخلي لكم الرابط ديالو هنايا باش ما نطولش عليكم الفيديو. كيف ما كتشوفوا الا جاكم الفقاس اللوزات يعني باينين فكتضغطي عليهم باش ملي كتقطعي ما كيخليش بلاصه كطير اللوزات وتبقى بلاصتها خاويه. ضروري كتضغطي كيف ما كتشوفوا وتديري بحال هاد الحركات هادو. ساهل ما كاين حتى شي حاجه. فقط الا التزمتي بالخطوات اللي عطيتك راه غادي تولي ديري احسن فقاس. غنكمل الحرابل ديالي كاملين. غناخذ صفر بيضه، راس معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، 2 معلقات ديال الحليب، وغادي نخلط مزيان هادو باش تذوب ليا هذيك القهوه باش تعطيني اللون وكتعطيني النكهه. كل ما دابت كتولي اللون ديالها شوفوا ولا لونها بني. فغادي نخلطها مزيان وغادي ندير بها الحرابل ديالي مزيان بواحد الشيشه ونشبعها مزيان. الا بقات عندكم كديريها وتخليها تنشف وعاودي ديري مره اخرى باش كيجي لونها محمر. كتعطيني النكهه ديال القهوه وكتحيد منها الزفاره ديال البيض. هذا هو الهدف ديال القهوه، انها كتعطيني النكهه وكتحيد الزفاره ديال البيض. غادي تطلي المره الاولى وتخليها تنشف وتطلي المره الثانيه كتزوقيها بحال هكا باي شكل بغيتي بالفرشه ديال بالشوكه ديال الفرشاه يعني.
حتى صافي. هذه هي شوفوا كي كتجي مزيوقه من الفوق. وكناخذ واحد الكيوطون كنحاول نضغط باش اي كانت فراغات ولا شي حاجه كتحيد باش ما يطرطقليش. ضروري من هذه العمليه. صافي غتخليه يرتاح واحد نص ساعه ولا ساعه، من بعد غادي تدخليه الفران كطيبيه تيخرج بهذا الشكل هذا. شوفوا ما شاء الله ما مشققش ما حتى شي حاجه. غادي يجيك فقاس احلى فقاس، وكتحتفظي به تغطيه وتخليه حتى يبرد.